اللي يحسبها بالدراهم والأيام، وأيامها غالية جديدة اللي يحسبها بالمعالي ومزمة أقدام. وأنا حسبتها بشقاية لقيتني عشتها عام وعاشتني هي أعوام. مشيت في طريقي مشت ورايا نحسبها منورة من عم الظلام، كل ما نعيا نشوف سمايا نمسك بيني ونزيد خطوة لقدام. نهار نزرع فواوة وليلي عطرت وغطيت بلسان. أنا أنت وأنت أنا، لا تقول عني ولية وتكسر في الفلان. أنا ترابك وأنت مايا والممين والرضيع فرحان. فينا نغني تبغي تسمع غنايا، وإذا نبكي تعطيني الطهر وصبيان. يا سيدي راك ما فهمتي الحكاية، طلعت من صباحك ولا عقلت انت الإسلام. انحضر لي وأنا لك مراية، منك أنا ومن جنبك خلقنا الرحمن. إذا ترعاني نفيض عليك بثنايا، إذا ترعاني شرف بوصيك ونادي العدنان. صلى الله عليه وسلم. تركت يملأ كاسي طعاما، علموني إن بكيت يحشر جسما غريبا، خلفتني أرضعوني الغمام. إن أنا قررت أمشي جاوروني حائط البيت، علموني المهل قطرا صاحبوني الظل جبرا، تلك السلام. وإن أنا نطقت حرفا أو حتى ناشدت فهما ألبسوني الرجال. وإن أنا كبرت شيئا زفوني في الختان، قطعوا لحما صغيرا من لحمي وعرضوني بالختان. علموني أن أتقن مثلكم فن تقليد النعم، وعلموني أن أحرق كل أشعار دون شعور بالندامة، وأن أسجن للمؤبد في فاه الكلام. وعلموني قبل هذا وذاك وذاك أن لا أعشق أبدا، فما الحب إلا حرام. وعن الحب لقد يمكن أحكي. أقبل الحب إلي من بعيد، كلما كنت توقف قال لي هات المنديل. أقبل الحب بحب ينمي بكل قوة هدم طرح العتيق. لمت نفسي لما لامت عذبا لنا، كيف تلوم من بدون قلبي دما. مالت الروح بروحي وسلمت، كما الشخص إذا اجتنى الحق فأسلما. برزت عيون كالنجم في حضن السماء، فتململ الفؤاد من صدري وتكلما. سكن قلبي في عرش حضني، فاختفى بين ضلوعي واحتمى. أقبل الحب إلي برؤية عجز أن يفشي سري فتكتما. وإذ أراه قادما بثلاثة كأنه الذر في عرقي والدماء. من هوى جبار أذلني، وكنت في كبرياء أحاكي العظماء. مادحت لامني أنت عفوية وأسرد في المقال. ملاعب يا سيدي إن لم أتقن مثلكم رد الحجام. ملاعب إن لم تفارق شفتاي الابتسام. ملاعب إن لم أتعلم أن من قواعد البشر الكلام بانتظام. عفوية فأقوى أنا على حياة كحياتكم اغتال الانتقام. سمعت صوتا هاتفا ينادي يا رشيد ابلع حيرتك، إنك بوادي التلقي فأوجست فيك ارتجفت. قال لا تخف أنا صوت القصير. وما ذاك بيمينك؟ قلت هو قلم أخص به سفراتي، أسكب مداده آهاتي، أخشى من شذوذه لهب سلطاني. قال
ألقيه يا رشيد. فألقيته فإذا المعاني تسعى، إذا السحر البياني يترقى، ونبع القصيد يتدفق، وهو كان قال: خذه ولا تخف، سنشد عرضك به. قلت: وما آيتي؟ قال: آيتك أن تعبر جسر الصمت، أن تمسك ناصية الدور، وتهرب لحم الطير، مثل أسفار ترقي، براق حرف معراج، يفتح لك ملكوت الأسرار، تحرقك الأنوار فتحيا، فيعجز لهب السلطان من يمسك. الثانية بداية الأشواق. وهدفت بنا الدنيا غنت دفن السرور، وعشنا في غروبها عبيرا شبا تحكي عنه الفراشات في ثور. وكان العمر بزينة الحب يتحلى، يطيب اللقاء بجوار السواق، يطربنا قرين الماء عذبا، يحاول صمت الطبيعة بالجنة، وأرضنا سجتها خضرة الأعشاب سجادا لكل الرقاق. يملت نحوك بالبسمات فأنا ناظري المحيات، أراك مهجة الروح وترين في السماء طيف الملاك، وترين العمر وترين الزمان حبوة، وأرى العمر في عيونك أمنيات، ويفيض الشوق فتدفع في خاطري كل الماء تلك السواقي، أتهجى سرا تعاويد الفراق، عندنا بخطو حسيس وصمت بهيم شبح الفراق، أرمق في دحوة مآقيك بعد غيمي، وصيد مدامعك على هضاب الخد الفراق، ونذير الوداع ينادي فنلقي المسامع، كأن حديثه في الصدر وقود جحيم واحتراق. تهزأ بطبعها الدنيا، تهزأ بطبعها الدنيا، تهزأ بطبعها الدنيا بعد عيشة قطوفها من الزهو والعناق، يصبح الظلام بالخاطر بعد شموس، بعد الضياء لا ريب تسيل المآفق. هناك انتهى عصر بعناق الأصيل، مع الغروب ولا مستكبرا عهد الطلاق، فيا شاعرا حرفك انسجه بشجن المغيب، وأعلن بداية عهد الحنين مع الأشواق. سكون لا يأثرني، ونغمته ولا أحلى إلى من ساب في أذني، أحن له بوجداني وأطلق عنده شجني، فيسحرني ويأسرني وأحيانا يغالبني، فأهزمه ويهزمني. يجن الليل في وطني على دربي، فيمنحه سباتا ليس يدركه سوى من عاش في وطني، وذاق الظلم رأى هامات أعيان تعيش الذل في وطني، وفي هوني رأى 50 مسكينا بباب الجوع يعصرهم، ورب البيت ينهرهم، يقرر كم سيكفيهم، يقرر من سيغنيهم، وكيف وأين ينفيهم ويفنيهم، ليبقى العرش من سلف إلى خلف بأيديهم، ليبقى الظلم والطاغوت في وطني، في القلب تعيش يا وطني. في قلب البؤس والبؤساء تقنتهم، في قلب الفقر والفقراء تطعمهم، وتدخل سجن مالكهم فتخرج ثم تعزمهم، وتسأل عن أهاليهم تصالحهم تعوضهم،
وفي صفحات أوجههم ترصع بسمة صفراء عساك بذاك تنسيهم وتخدعهم. يعود الصوت يغفرني بأن لساني الغالي أبى أن يحبس الكلمات في جدران مملكتي، ولم يخشى سوى الجبار في جهر ولا صمت. فصار الصمت يأسرني وصار الليل لي كفنا، ونجم الليل يؤنسني ويطلعني على قبرين، ويكوي خفية كفني، وينهي دورة الكلمات في صمت بلا حزن. هذا في أبدأ بقصيدة عربية. يا ليلة الغسق المعصور من أرقي، مل الفؤاد من الظلماء فانفلقي. منيتني البدر لكن لست أنظره، فظلت في كنف الدجوى بلا ألق. أثواب خوفي من خيط الدجى نتجت، وزمهرير الفلا قد نام في خرقي. أطهرت عيني وقلبي والفؤاد معا، ولم يزل بدني المنحول في خلقي. يمشي على بيداء لا شياة لها، كأنه قلم يمشي على ورقي. يخط نعلي على صنائها صمتا، وكل صمت يفوق الصوت في النفق. يا ليلة عجلت علي ظالمة، وبالنوى وضعت قيدا على عنقي. أما كفاك بأن حرمتني قوما، فمثل حبي لهم جميل لم يبقي. ليسوا كليلى ولا سألوا لرتبتهم، ولست قيسا ولكن زدت في العتق. حبي لهم سكن الفؤاد وعجبا، بساكن الدار والجدران في حرقي. كأن نيران قلبي حينها أمرت، كوني سلاما وبردا بالهوى فبقي. يا ليلتي لا تظني أنها هدمت عزيمتي، أو بأني بت في فرقي. فإن خوفي على الأحباب أقتلهم، لا من وحوش الفلا أو وحشة الطرق. وسائلي غائط الأرض وفدفدها، عن من أراد بنا شرا فماذا لقي. إذا علوا فأنا للفت مفترس، وإن بنوا بوداد يملكوا عنقي. أعملت أقلامي في مطاقرهم، فمن بنى فسعيد ومن عدا فشقي. أصول دولة فارس على قلمي، وأقذف السهم من حرف على ورقي. أمضيت عمري غريبا في الظلام، ولن أخشاك يا ليلتي موتي من الحنق. القصيدة في زمنها ولدت بغير عنوان، تكتب حرفا فينصت إليها بإلهام. تقول أن الشعر وحده امتنان، تعشق الإبحار في الأدب عموما، وفي مجال الشعر على الخصوص بذلت جهدا مكملا بشمل المدونين بالتصويرات. فتفوقت في إعداد لقائهم الثاني هي صاحبة الحس الروح والكلمة العذبة والإبداع الشاعر. إنها ليلة الهجرة الشاعرة والإعلامية التي تدعبنا اللحظة بإحدى روائحها. دعني أستعيرك حاضرا، دعني أستعير لباسك وتجاهل الناس لك. دعني أدير ظهري لكي لا أبصر الشامتين في قبري، الدامعة عيونهم من الضحك، الخاطرين في مخيلتي ويرفضون الاعتراف. دعني يا حنظلة وعد نسج تاريخي بطريقتي، أكتب عن مملكة أفنيتها وتفنيني،
فما عاد الأمان في قلوب أحبتي أمانا. سأتقمصك حنظلة وسأتجاهل المتجاهلين. سألف يدي وأربطها وراء ظهري حتى لا تمتد للسلام عنوة. سأعتدل برأسي لما بين السماء والأرض، فلا أرفعها ويقال تدللا، ولا أنحني فيقال خاضعا. أعرني يا حنظلة مواقفك حين يكون التجاهل موقف من لا موقف له. دعني أستعيرك حتى أستطيع محاكمة ناجي، حتى نشنقه في ميدان عام. أيقظنا من غفلتنا وفي قبره ينام. كيف قطرات دمه بالسيارة المفخخة تنام، وكيف نشيع جسمه ورسمه يظل فينا كالموت الزؤام. فنحكمه لظلمه لعلنا نرتاح وننام. محاكمة ناجي العليم. ميت كنت، حي لا زلت، حي فينا حي فيهم، محاكم أنت بتهمة الخيانة. خائن لعرف غرف النوم، خائن لقانون السكينة فينا. حنظلتك حاف يتسحب لكشف عوراتنا، يتسلل ليكشف الضعف منا. حاضرتك بلا بيت ولا مأوى، ولا غرفة نوم ولا مطبخ ولا حمام. ففينا ينام، في أسرتنا ينام، في مخيلتنا ينام، في أشعارنا ينام، في مخيماتنا الصيفية، في سهراتنا، في ليالي الغرام ينام، في تخاذلنا، في تلاتينا، في صمتنا. محاكم أنت لأنك الوحيد الذي يدرك ملامح حنظلة ووجه حنظلة وسخرية حنظلة. أما تسعى قبرك لكما معا؟ ادخلت تحت أشلائك، امحيه من على أوراقك، من صوتك، من صمتك، من ذكراك إن كنا نذكرك. لنسعد بالنوم، لنسعد بالحلم، لعلنا ننام. زرعنا القنابل في كل السيارات، في المراسم، في بيوتنا، لعله يكون فيها. قطعنا أمثلتنا، فقدنا ذاكرتنا، وهو ما كان متربعا فينا كالنفس فينا. خذ حنظلتك، أعود ترسم له وجها، بيتا، قصرا من رخام، فراشا من ريش نعام، لعله ينام فننام. لو تدري، الأيتاش الرأس لو تدري، لو ضاقت بك الدنيا وسعت صدري. يقولون الأيتاش الرأس لو تدري، لو ضاقت بك الدنيا وسعت صدري. يقولون أني أهواك ولو يدري الواشون أن هواك هو بعض أمري. أهم بتقبيل ظهر يدك للرفع من قدري، وأكتب أمامك من بعض شعري. ليس القلوب تهوى وتدرك أمري، فقمة رضايا لو تعرج على ذكري. فيقال كانت خادمة جارية أو أقل قدري، تبيت الليل تهدد النجم إذ يسري، وتقول مهلا فبالعين ينام ولي أمري. وتنسج وشاحا قربانا لكل فجر، وتقول أيا شمسا أصبحي عن السر، كيف أجيب عن قهوته بعد المر، وكيف سوادها يشع كبياض الزهر، وكيف أزيل همه وإن كان لا يدري، وكيف أهبر فوق عمري ألف عمري، وكيف إن كان الأجل أنير له ظلمة القبر. أيا شمسا ما أنت إلا كوكب يسري، مسيرة وما أمرك بأحسن من أمري، إنما الأمر لك يا صاحب الأمر. ربي ومولاي وخالقي وأعلم بسري، كن معيني وسندي، فلك وحدك أعلن فقري. أنسى أي أطوفي وتبدأ تورنسا إذا تصغر العلم وكاتمرا إما تزاد وتسليرا إذا يزاد العلم طوري توصنا
هذا الحق الثاني جاي ديال التغريد وريستي بلا سوغ اللي شمولي أسباس اللي هو اللي تجلست ولا ليالي أنيا ورجالي سيك صباح سكرتي بالكري بينات وقرات نسيمكلي يخطن السلطاتي في تستيلدي يطلقورا يزويني ويني يتبعات انتي غليد وغني يحيد يدني أغداري غني أما يرضان يخطو بيدري يتنقو غني أكيد على فرقتي يخلو زورة التنين تهمي أكيد أتغلوني إن الله يبرك تتني يخطر يوفي وفيك البريدتي يخطر الحين تغوي مشتو لي ورد السنجري أكيد تهدوني كان يكون شكرا في لحظة من هواها حركت قيمي قالت أنا ساكنا في مهجتي وطني يا قوة لي ويا سري ويا سندي أنت المنى تسمع الآهات من سقمي أهواك ضعف الذي قومي له اعتقدوا أهواك كالأمس في حلي وفي حرمي ما كنت عهدا وكان قلبي يجيبك معا حصنت حبي بآي الجود والكرم آنست نار الهوى بالذكريات هنا أحكي لنفسي قصاصات من القدم أتل عليها المزيد وانتهوا طرفا أبيات شعر بها الأخطاء لم تحمي أحيي بها لذة أنست تفارقني أهدي بقيس وقيس لم يعد يهمي أبكي على لوحتي في خلوتي وهمم أسمع فما عدت أرضى عيشة الخدم الأمس يومي ويومي قد يصير غدي والروح مني تعيش اليوم في الهدم ناضي وجاهد كما ربي بذاك أمر ندد بضمن العدا في هيئة الأمم عرج على زمرة الحكام في زمني حتى انقلاعا لهم وامضي إلى القمم أنصت إلى فرقة المظلوم في بلدي وامحو بأموال حق ظلمة الظلم واصنع لنا جيل عز يرتضي أملا جيلا يداوي شعوبا من يد الألم لكن تمهد وحب والتهاهنا واحفظ ودادا وحبا بر بالقسم واذهب وقارب فإن الروح في جسدي ما عاد يرضي هواها صاحب القيم. في حينا حين تغيب الشمس وحين لا تغيب يثبت أحيانا أن نفسك المدخمة بالهموم توسوس لك بالتجول عبر أزقته الضيقة الممنوعة من شم نسيم عليم. الحي حي الفرح بالرباط ما فات مشهور بالتقدم والتقرب والتهشش والتشيش مع بيض هم شبانه وفتيانه وصغاره. بيزنطة تجاورنا والحبشة تنافسنا ودور الدوم تلاحقنا. تطاوع الوسوسة تمشي وراءها حبلا متوجهة خيفة من ظلام دامس تبثه فيك هيبة المكان وسمعته. فتجول ترى هنا طريشا تحققت شرا وهناك خوف لم يتصالح مع الخزرج باحث تبحث وابن غراء يغدر ويعرض ورويبضة للجميع يهتف وبكر يعاكس ذكرى ويحقق بها تحت عجز الجماهير نصرا وتغلب يغلب مغلوبا ليصنع معا بسوطا تزكي صنعة حينا بين الأحياء. في حينا يزداد الطفل على الفطرة يبلغ من العمر 10 فيمسك باليمنى سيفا يفتح به على الوجوه خطوطا للذكرى وبشجرة حلاقة يقطع يده اليسرى وينشد بين الأرقة أنا ربكم الأعلى فمن يعصي لي أمرا. في
في حينا أبو سياف لا يخاف، وابن منجل من الدم لا يعاف، وأخو الخنجر لا يميز بين الأندال والأشرار، وابن عم الصافور يمزق الأطراف، وحمديد المقصرة يضع مقصا في جيبه ويسأل الله سرا وجهرا أن يبارك له في عمر القراء. في حينا الكل على الكل يتجرأ، والكل لمقعد في مدرسة الإجرام يتبوأ، ووحدها في حينا دورية الأمن من تمر بخجل لظلال الخجل يتفيأ. في حينا كل حي أصبح حيا يحمد الله على أنه لا زال حيا. شبيبي ولكن يبين الهوى في ليله أثرا حتى يساق له بالأين كالرسم. توقد الشعر في فكري متى انبعثت شرارة الحزن والإرهاق والألم. ذكر الحبيبة نار لا يقاومها قلب ولا كبد شعواء كالحمم. ردوا إلي زمان الوحي والكرم، ردوا إلي زمان الوحي والقلم. إن العروبة ما عادت ترى بدمي، والسبع أحرفا فالكاف أولهم، والنور قد قاله الرحمن في العدم. يستقبل النور في غار يطمئنه جبريل حارس وحي الله في القدم. اقرأ ويا فخر الرجال قاطبة من يختم العقد بالإشراق يبتسم. يستقبل النور في غار يطمئنه جبريل حارس وحي الله في القدم. اقرأ يا فخر الرجال قاطبة من يختم العقد بالإشراق يبتسم. أظلامي الوجد يبدأ عبد مضطرب، رؤياك في سنة تشفي من السقم. فمن أضاء ضياء الكون منطقه فما عكازهم جوى بذي نظم. لن ينفع الدين إذ بالجهل ينشره، إن العلوم لذي الألباب كالديم. قد عم ذكر بني العباس كوكبنا إذ في امتزاجه بالأتراك والعجم. وقد عم ذكر بني العباس كوكبنا إذ في امتزاجه بالأتراك والعجم. ولي ببابنا ولو مت أذكره تحت الثرى وجسوم الناس كالغمم. أغروا به سفهاء القوم يا أسفي، أغروا به سفهاء القوم يا أسفي عليهم إذ دعوا أذنان بالذنب. أكرم به من رسول قد أتى قدره يمشي الهوينا وصحب الخير كالرجم. فإن عزمت كرام الناس في وطن فقد بني هاشم بعضا من الكرم. يا ضيف أنت بهم تخطى بلا سبب، يا خيل أنت بهم تسجيل باللجم. يسيل من دمهم حبر ومكرمة كأنهم قد فشوا بالشعر والهمم. فإن قصرت على أهل بنائمة فإني ونامت فلا تقسو ولا تنم. ويخرجان من البطحاء يرشدهم، ويخرجان من البطحاء يرشدهم. نور الإله ترى نور بمنعدم. يا ليت ما بينهم وبين حاقدهم في غار ثروى الذي بين الغش والرخم. من جد ربك عونا كان يؤازرها رشد وأطياره وعنكبوت كمين. حرك إن الرجال إذا أجهدوا بلغوا، إن الرجال إذا أجهدوا بلغوا مجدا وإن أبعدوا عدوا من الظلم. حرك عصاك بالغايات بحجر عيب الفتى أنه خال من الحكم. ومن تهانين قوم كان سيدهم من قبل بعثته بالصدق والشيم، بالحلم والبر والإيثار صدقه، بالصبر والشكر والإكرام يقترم. وما تطالقه جوز ولا كرم إن يده أنظر النعم. ما كل من عشق الأخلاق يفعلها، وكل من عشق الأخلاق يفعلها إلا بنو الغرب قد أوفوا بلا ندم. إن ضاعت
إن ضاعت الروح من جنات تسبقني، إن ضاعت القدس فلا تحيد مضمني حبي. إن ضاعت القدس، إن ضاعت الروح من جنات تسبقني، إن ضاعت القدس فلا تحيد مضمني حبي. على كف الرجال نؤتكها، لم يخلق الحر من أغلالك النعم. يبنى العبادة إذ الأيام تحرمها، وكيف للزمان إذا أعطى بمرتقم. ليت الذي بين أحلامي إذا استدعت، وبين منطقهم كالحب والتهم. قد أجهد الفكر من ذكرى أحبتنا، فاستوجب الشعر في تذكارهم بفمي. أمة الغرب في الأجفان يسقي مسكرها، وإن غلقنا وعين الله لم تنم. قد بشرت بقدومكم ريح الصبا، قد بشرت بقدومكم ريح الصبا. أهلا بكم، أهلا بكم يا زائرين ومرحبا، أهلا بكم يا مدونين، أهلا بكم، أهلا بكم يا زائرين ومرحبا. واستنشقت أرواحنا أرجى اللقاء، واستنشقت أرواحنا واستنشقت أرواحنا أرجى اللقاء. يا حبذا، يا حبذا، يا حبذا، يا حبذا قرب زيارة أطوبا. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، ما دمت بين يديكم فالهنا ناداني. البسط حالي والأفراح طويلي، البسط حالي والأفراح طويلي. أنتم حياتي، أنتم حياتي، فإن شاهدتكم يا مدونين، فإن شاهدتكم حضرت، وإن حجبتم تغيب، وإن حجبتم تغيب الروح عن شهيد. لا غيظ الله، لا ولا غيظ الله عني وجهكم أبدا. لا لا ولا لا ولا غيظ الله عني وجهكم أبدا، حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد،
حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. سلام عليكم شرف الله قدركم. سلام عليكم شرف الله قدركم. ودامت عليكم نعمة وسرورها. ودامت عليكم نعمة وسرورها. فما طابت الأوقات إلا بذكركم. فما طابت الأوقات إلا بذكركم. فأنتم ضياء العين. فأنتم ضياء العين. فأنتم ضياء العين حقا ونورها. نرحب بكم مدونين في جمعية دارنا للأطفال في وضعية صعبة. نحن الآن نتواجد في هذا المقر لكي نطلع على أوضاع بعض الأطفال، في نفس الوقت لكي نتواصل مع المجتمع المدني ونطلع بمسؤولية التضامن والتكافل مع هؤلاء من خلال تقديم بعض هدايا رمزية، وهي عبارة عن بعض القصص التي سيتقدم بها بعض الزملاء، وأيضا التواصل مع المسؤولين على هذه الدار. نتمنى أن تكون هذه مبادرة تتخرج من طرف ملتقى المدونين المغاربة. كما نتمنى أن يطلع المجتمع المدني بمسؤوليته في التطرق لمثل هذه المواضيع، وأيضا التكافل مع أمثال هؤلاء من أجل أن نكون مجتمع راقي يعبر عن المستوى التكافلي والتضامني الذي يجب أن نكون عليه جميعا. إذا هذا الملتقى هو التوقيع 31 مارس 2012. شكرا.
وكذلك الاطفال ديال جمعيه المنظمه بكم، وكنشكروا المدونين المغاربه على هذه التكاتف وعلى هذا الجهد التضامني اللي قاموا به، وكذلك جمعيه اصدقاء مقهى الثقافي المصوره. كنشكركم بزاف على هذه التكاتف التضامنيه ديال الاطفال ديال جمعيه الرغبه، هذه الجمعيه الفتيه اللي حدث واحد الرجاء في العمل الاجتماعي على مستوى مدينه الصويره. جمعيه اللي تم التاسيس ديالها سنه 2008 كتقبل اطفال بوضعيه صعبه، اطفال بدون سند عائلي. وكثر الحمد لله بفعل التضامن والتضافر والجهود ديال مجموعه من الشركاء ديالنا اننا نخلقوا واحد الفضاء جميل كما كتشوفوا ضمن مجموعه ديال الاستراحات، وتتعرفوا الواقع ديال العمل الاجتماعي في المغرب بصفه عامه، وفي مدينه الصويره بصفه خاصه ندرس المسلمين قله الامكانات. ومع ذلك الحمد لله كنقولوا باننا توفقنا باننا نخلقوا واحد الفضاء كما قلنا اللي كيشكل بديل عائلي لهاد الاطفال اللي هما في امس الحاجه بحال هاد الكيفاش التضامنيه. هاد الاطفال اللي كانوا كيعيشوا في ظروف قبل جد صعبه، ولكن الحمد لله بفضل الجهود ديال الجمعيه بفضل الناس اللي كيتعاونوا معاها استطعنا اننا نخلقوا لهم بديل كما قلت. الجمعيه من سنه 2008 الى غايه يومنا هذا قبلت ما يزيد على 130 طفل، العديد منهم توفقنا الحمد لله بفعل الجهود اللي قمنا بها اننا نلحقوا البعض منهم بعائلتهم بعد ما يصلحوا الامور، بعد ما تدخل ديال الجمعيه انه اعاده الخدمه ديالهم في الوسط الاسري بالنسبه للاطفال اللي كانت مشاكل اعاده الخدمه ديالهم في الوسط الاسري. تم كذلك اتباع مسار ديال الكفاله للاطفال اللي استخدموا المسار ديال الكفاله سواء داخل الوطن او خارج الوطن. وكاين الاطفال الاخرين اللي ما توفقوش ولا ما توفقناش اننا نخلقوا لهم هذا البديل الاسري. طبعا من خلال المسار ديالها ومن خلال البادره ديال الامهات المحتضنات اننا نخلقوا لهم فكره ديال امهات بديله عليهم اللي كيقوموا بانشطه صالحهم في المناسبات. اطفال جمعيه الرغبه بحاجه الناس اللي يساعدوهم ويقدروهم باش غير ماديا معنويا حتى يقدروا انهم يطلعوا يعاونوا يدافعوا في المجتمع، ونساعدهم على انهم يكونوا جد مراقبه وسليمه. وما هذه البادره وهذه الصفه اللي قمتوا بها لصالحهم الا كتجي في هذا الاطار، وكنتمنى انها تستمر وانها توسع، وكنتمنوا انكم تكونوا نتوما سفراء ديال هذه المؤسسه من خلال الحضور ديالكم هذه الليله. باش تلقى واحد الجمعيه بحال هكا بهاد الصوره هذه، وكما قالت سناء فعلا اللي قالت الجمعيه بحال هكا ماشي تاكيد واحد هذاك ديال الظروف وديالو تمام. بالنسبه للموقع ديال الالكتروني على حساب ديك الساعه غادي نعيطكم باش نهضروا في هذا الشيء. خصوص التمويل كاين اتصالات، كاين على المجال ديال الجمعيات الى اخره ممكن نساعدوكم. إلا ما ساعدوكمش الاتصالات هما كيتصلوا داخل الجمعيه ديالهم غادي يجي التمويل وخايفين واحد فقط. المهم كنتعاونوا. المهم الموقع الالكتروني باش اننا تخدم به هو غادي يساعد، لانه اي جمعيه خصوصا الى ضغط الى الخارج غادي يقول لك اعطيني موقع الكتروني، نعطيك اللغه، اعطيني موقع الكتروني باش تعرف الدولار. هذا هو اللي غيزيد. بالنسبه للمحتوى ديالو هو الاسم ديالو هو صويره دار بالنسبه للمحتوى غادي يكون فرغوكا الاخ عمران هو اللي يتكلم من الناحيه التقنيه والناحيه ديال التصميم التلفزيون خاصه شي فكره عن الموضوع. بالنسبه للأسامة اللغميش ديال الاستضافه الكائنه في طنجه، بالنسبه للتصميم او يعني البلاطفورم اللي غادي يكون في الموقع غادي نحاولوا نبنيوه يعني على شكل تكون ديوانه تعريفيه اللي ممكن
تحدث فيها الانشطه ديال الجمعيه حاليا من بعد نشوف اذا كانت يعني شي شخص جمعيه هي تقنيه باش انه يزيد هذه الانشطه كلها ما كانش ممكن نشوفوا يعني قاعده المدونين اللي ممكن يساعدوا في هذه المساله هذه ويشرفوا على هذا يعني هذا بالنسبه لللقب. بالنسبه للمساله اسمين والاخر كاين مدونات اللي هي مجانيه اللي ممكن يتم التركيب ديالها والاخر، بالتالي مادام الجمعيه عندها الجهه الخيريه مزيان تستافد من الناس اللي عندهم هذا الشكل ديال الفكر الحر والمواد الاخرى، وهذا الشيء اللي كاين كنظن بالنسبه للصوت. شكرا.